هو احنا صحيح ما نقدرش نشتري السعادة، بس نقدر قوي نشتري المكونات اللي نصنع بيها اكسير السعادة. وانا ما اقصدش هنا البيتزا بعجينتها التقليدية اللي الجبنة اللي فيها بتديكي سعادة وقتية لحظة الاكل، وبعدها يجيلك اكتئاب من كمية الدقيق الابيض والتخن اللي فيها. انا اقصد البيتزا بعجينتي الخاصة اللي مزجت فيها بين كل المكونات اللي مليانة تريبتوفان، وده حمض اميني هيرفع عندك هرمون السعادة للسقف، عشان استخدمت فيها الشعير اللي النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام وصانا بمشروبه وقال عنه إنه بيريح القلب ويجلو الحزن. مش كده وبس، أنا هوريكي في نفس الفيديو إزاي توظفي نفس العجينة اللي مش هتشوفي في سهولتها ولا جمالها لأنها من غير عجن، في إنك تعملي توست طري يجنن، أو باجيت بطبقة كراست مملحة وأحلى بكتير من اللي بتشتريه من بره. ده غير بقى الكالزوني الإيطالي اللي بيبظ جبنة، والحواوشي الاسكندراني، والبرجر الجوسي المليان عصارة ويهبل وعجينته منه فيه كده، فمش محتاجة تشتري له عيش من بره، عشان كل العيش اللي كانوا بيقنعونا انه صحي ده طلع في الاخر دقيق ابيض حاطين عليه لون. ومعظم المخابز وحتى البراندات بتعمل كده الا من رحم ربي. واتمنى تتابعي الفيديو للاخر عشان فيه مجموعة معلومات طبية مهمة جدا هتفيدك قوي، بالذات لو عندك مقاومة انسولين. هبتدي معاكي بالعجينة، وتعالي اعمل لك محسن خبز طبيعي هيديكي نتيجة تجنن، ده غير القيمة الغذائية اللي فيه. هاتي قيمة معلقتين كبار خميرة طبيعية وحطيهم في بولة، ولو مش متوفرة عندك ودي حاجة ما تمنهاش استبدليها بالخميرة الفورية عادي. ضيفي عليها قيمة نص كوباية كده مية دافية من كوبايات الشاي الموجودة في كل بيت عادي، وخلي بالك المية ما ينفعش تكون سخنة عشان ما تقتلش الخميرة، ولا ساقعة فنقعد نستنى جنبها سنة على ما تخمر. معلقة عسل بقى للناس الهلثوية، بس ممكن نستبدلها بالسكر عادي. قيمة معلقة كبيرة خل، ومعلقة دقيق أو طحين كامل الحبة، ونقلب وسيبها تتخمر كده على جنب عشان أتأكد إن الخميرة شغالة، مع الأخذ في الاعتبار إن كل ما زادت فترة التخمير كل ما كان ده أحسن. دلوقتي هنزل بكوبايتين من دقيق الشعير، وده متوفر في كل السوبر ماركتس دلوقتي عادي، وسعره رخيص خالص مش غالي. بس يا سلام بقى لو انت عندك الشعير نفسه حب وطحنتيه في البيت، عشان نستفيد بالقشرة الخارجية بتاعته اللي كلها فوائد، او اللي اصلا معظم فوائد الشعير فيها، وما نضمنش طبعا المصانع بتشيلها ولا ما بتشيلهاش. بعد كده هنزل ب6 كوبايات من دقيق القمح الكامل. ملحي بقى زي ما تحبي، بس انا بحب ازود الملح قوي لدرجة ان انا استخدمت معلقتين كبار ملح، وده عشان غير انه بيطعم العيش ويخليه عايز كده يتاكل حاف، بيعمل عرق وقوام حلو جدا للعجينة. هبتدي انزل بالمية الدافية اللي بتكون تقريبا كده لتر حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. بصي انا عايزاها لزجة ومليانة رطوبة وبتلزق في ايدي كده، وما تعجنيش خالص عشان ده تكنيك مختلف في العيش هيديكي في الاخر عيش طري قوي قوي زي كده. غطي العجينة وسيبيها في مكان دافي وروحي كملي شغلك، بس كل نص ساعة كده افتحي عليها مطيها زي ما انا بعمل كده، وكرري الحركة دي 3-4 مرات مثلا، ما بين كل مرة والتانية نص ساعة. ويا سلام بقى لو سبتيها تخمر ودخلتي تنامي وبدأتي تشتغلي فيها تاني الصبح، هيبقى هو ده المطلوب بالظبط. مش بس عشان انت كده بتحسني العجينة قوي، لا ده عشان كمان التخمير الطويل ده بيخلصنا من الفايتيك اسيد الموجود في الشعير والشوفان ومعظم الحبوب والبقوليات، واللي بدوره بيمتص معظم المعادن اللي احنا محتاجينها زي الزنك والحديد. هسترتش العجينة برضو لفوق قوي كده من غير معجن ولا اخرج الهواء منها، وابتدي بقى اقسمها عشان اشكلها واوريكم ممكن نعمل بيها ايه. رشي شوية دقيق وانزلي بالعجينة بتاعتك وقسميها للاجزاء اللي انت عايزاها. انا خدت اول قطعة وهعمل منها التوست البني الطري اللي اوعدك مش هتدوقي في جماله. هاتي قالب كيك طويل كده، والقوالب دي حلوة قوي وعملية، بس حط 2 في بعض عشان يظبط لك التسوية. رشي في ارضيته شوية زيت وبطنيه بشوية دقيق كامل الحبة او شوفان. افردي العجينة كده ولفيها بشويش رول بالشكل ده، مش لازم يبقى منمق قوي يعني، كده كده العجينة طرية وهتاخد معانا الشكل اللي احنا عايزينه لما نحطها في القالب. رشيها بقى بشوية مية متدوب فيها معلقة ملح، وده عشان غير انه بيعمل طبقة كراست مملحة تجنن للوش، بيساعد في ان الشوفان او بذر الكتان او حبة البركة والسمسم او اي بذور او اي حاجة احنا بنحب نحطها تلزق كويس. سيبي لي بقى القالب على جنب وتعالي اوريكي ازاي نشكل الباجيت. لو عايزاه اعمل زي الكايزر كده شكليه كورة بتلميها على تحت بالشكل ده،
لكن لو عايزاه طويل اعملي نفس اللفة بتاعة التوست. بس عايزة اقولك بلاش تحطي العجينة الطرية دي في صينية كده لوحدها زي ما انا عملت، عشان هتفرش منك قوي. يستحسن تحطيها في فورمة او قالب زي ده. رشي الوش بقى بالمية والملح، بس المرة دي توصي شوية كمان عشان تاخدي طبقة الكراست والقرمشة بتاعة الباجيت اللي كلنا بنحبها. هنا كمان ودي خطوة اختيارية، ممكن ترشي الوش من فوق بدقيق أو كاكاو، وده عشان لما نشرطه بمشرط طبي أو موس جديد بالشكل ده يدينا الشكل الجميل ده. نركنه برضو على جنب عشان يخمر، وتعالوا نشكل الكالزوني الإيطالي. وده موضوع بسيط خالص، رش الدقيق وافردي حتة العجينة بتاعتك، حطي الحشوة اللي تحبيها، وبعدين قفلي كده كأنك بتعملي قطايف، ولفي الحروف بعد كده بالشكل اللي قدامك ده، أو اضغطي على الأطراف بشوكة لو اللفة دي كانت صعبة عليكي وأول مرة تعمليها. وما تنسيش برضو رشة المية بالملح والإضافات الحلوة اللي فوق. أنا المرة دي رشيت دقيق سميد، بيعمل شكل حلو قوي وقرمشة تجنن. أما بقى الحواوشي الإسكندراني والبرجر اللي عجنته منه فيه دي، فمفيش أسهل منهم. حتة لحمة مفرومة متضاف لها إضافاتي الخاصة عشان تبقى جوسي وتهبل كده، وتوليفة حاجات تضاعف حجم اللحمة وتخليها ما تكشش وفي نفس الوقت ما تأثرش على الطعم، اللي هيكون بجد أحلى من أحلى حاجة كلتوها في حياتكم قبل كده. تابعوا الحلقة بتاعته إن شاء الله، هقدمها لكم على الفضائية المصرية قريب قوي، أتمنى تعجب. نسيب الحواوشي والبرجر بتاعنا بقى كده على جنب، وتعالوا ندخل على البيتزا اللي مش هتاكلوها بالعجينة بدقيق أبيض دي خالص بعد ما تجربوا تركاتي الخاصة فيها، وإزاي تخلوا أرضيتها مملحة ومقرمشة كده زي البيتزا الإيطالي اللي بتاكلوها في أغلى المطاعم، بس في نفس الوقت تبقى طرية والجبنة والعجينة حتة واحدة من كتر ما العجينة ناجحة. افردي العجينة بتاعتك على ورقة زبدة مرشوش عليها دقيق، ولازم ورق زبدة أو حاجة إزاز، وهتعرفي دلوقتي ليه. افردي العجينة بإيديكي كده مش بالنشابة، عشان احنا مش عايزين نخرج الهواء اللي فيها. ادهني العجينة بتاعتك بالصلصة، وخديها نصيحة من أختك بقى، واحشري للعيال صلصة البنجر دي فيها مع الجبنة والإضافات والحركات. مش هياخدوا بالهم خالص إنه بنجر، وهيستمتعوا جدا بطعمه، وهو يبقى حاجة أفيد من الطماطم. أو استبدليها بصلصة الفلفل أو صلصة الزيتون أو صوص الرانش اللي كلهم عملناهم مع بعض قبل كده. دخلي العجينة بتاعتك اللي عليها صلصة بس من غير أي إضافات تانية الفرن، ده لو عايزة الجبنة تمط منك وتخبط للسقف. بس في الأول تعالي أعرفك على كام تكنيك للتسوية كده هتبهرك نتيجتهم لما تجربيهم. أولا فرنك يكون عالي على 240 كده، سخنيه كويس قوي قبل الخبز ب10 دقايق. حطي صاجة أو صينية في أرضية الفرن وانزلي فيها بكام مكعب تلج أو شوية مية ساقعة تعمل تش بالشكل ده. ليه بقى؟ عشان البخار اللي بيطلع ده انتوا مش فاهمين بيطلع العيش مقرمش من بره وطري من جوه ازاي، والعينه بينه قدامكم اهي. ممكن كمان في نص تسويه المخبوزات بتاعتك ترشي شويه ميه بملح. التكنيك التاني بقى هو انك تحطي المخبوزات بتاعتك في حله او صينيه بغطا كلها بتدخل الفرن، ولو مش متوفر عندك الحله دي تقدري تستبدلي الغطا ده بورقه زبده فوقيها ورقه فويل. انتوا مش فاهمين يا جماعة الطريقة دي سحر ازاي في تسوية المخبوزات. هتاخدي برضو طبقة مقرمشة جدا من بره وعيش طري مسام مضيقة بالشكل اللي يجنن قدامك ده. اما البيتزا بقى فبعد ما تطلعوها من الفرن حطوا عليها جبنة موتزاريلا بدرجة حرارة المطبخ، وده سر مهم جدا عشان تمط معاكم، ما ينفعش ابدا تبقى طالعة من الفريزر ونستخدمها. وعلى فكرة في طريقة معينة كده بضاعف فيها حجم الجبنة، بس هي ما تنفعش أبدا مع حد بيعمل دايت. هحط لكم اللينك بتاعها في الكومنتات لو حبيتوا. الفلفل بقى والزيتون والروزميري أو حبة البركة كمان والزعتر الفريش حطوهم على الوش من فوق عشان بيعملوا شكل حلو قوي. وتعالي بقى أقولك أنا ليه أصريت إن احنا نخبز البيتزا على ورق زبدة أو في حاجة إزاز، وده عشان سر مطة الجبنة وإنها ما تنشفش منك تكمن في دخولها الميكروويف وليس في دخولها الفرن مرة تانية، وده لأن الفرن مهما كانت قوته بياخد وقت أطول، وده هيؤدي لنشفان الجبنة. طب وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش ميكروويف أو بتخاف منه تفتكروا هسيبهم كده؟ لا طبعا. تعالوا أقول لكم تعملوا إيه. أول ما البيتزا تطلع من الفرن وهي سخنة جدا رشوا عليها الجبنة وغطوها بالشكل ده وهي سخنة. الحرارة هتسيح الجبنة وتخليلكوا كمان العجينة طرية وهي والجبنة حتة واحدة بالشكل اللي يجنن ده.
وعلى فكرة بقى، لو عايزين الجبنة تمط معاكوا على أي حاجة في الدنيا، مكرونة، حتة عيش، أي حاجة، كل اللي عليكوا إنكوا تحطوها في الميكرويف ثواني وتنزلوا بيها على اللي انتوا عايزينه بالشكل ده، ومطوا في الجبنة بقى زي ما انتوا عايزين. ابقوا قابلوني لو جبتوا أصلا آخرها. شايفين والنبي المنظر عامل إزاي؟ وهنا بقى أحب أوجه تحية لعيالي عشان هم اللي علموني الحركة دي. أنا من هنا ويقوموا يقلبوا لي المطبخ سيرك وحقل تجارب. ما اعرفش ليه دايما بتخيل حوار داير ما بينهم كده وانا نايمه، شبه الحوار بتاع هاني رمزي وطلعت زكريا الله يرحمه، لما كان بيقول له في الفيلم اشرب كتير، وكان التاني بيرد عليه ويقول له خد راحتك، بضاعه ببلاش وصاحبها راجل مغفل. المهم بقى عشان ما توهكوش نرجع لمرجوعنا. اصدقائي بتوع مقاومه الانسولين، عايزه اصدمكم معلش بالخبر ده. مش معنى ان ده عجين صحي فيبقى ناكل منه براحتنا. لو عايزه تخسي يبقى معلش حطي الجبنه دي على حته لحمه، او حتى حته اللحمه بتاعتك حطيها جوه شريحتين خاصه او طماطم. اما بقى لو نفسك هفتك على العيش ده ومحتاجه تاخديه، فيبقى خدي قبله بربع ساعه كده مثلا خل تفاح مخفف بميه واشربيه بشاليمو عشان ما يبوظش اسنانك، لانه حتى لو كان شعير او شوفان فهو يظل برضو عيش ودقيق، يعني حاجة هتعلي عندنا مستوى السكر في الدم وهيتحرق بسرعة ويدخلنا في سلسلة لا متناهية من الجوع. وفي النهاية خالص أنا جاية طبطب عليكي وعليا كأم، بس المرة دي مش هتكلم عن أي أم، أنا هتكلم عن الأمهات اللي ربنا بارك حياتهم بملايكة من ذوي القدرات الخاصة كده زي حالاتي. عايزة أقولك كل ما تحس إن الدنيا ضاقت قوي وإنك تعبتي، غمضي عينيكي ثواني وافتكري اللحظة اللي هياخد فيها بإيدك وإيد البيت كله للجنة. ساعتها بس هتتمني إن كل التعب اللي انت فيه ده كان أضعاف قصاد السعادة اللي ربنا وعدك بيها. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.